السلام عليكم ورحمة الله يا جماهير كرة القدم. معاكم أنس. بدي أحكي عن مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب المغربي. لكن قبل ما أحكي عن المباراة يلي وصل أمس، مباراة كرواتيا واليابان. طبعا تأهل المنتخب الكرواتي لدور الثمانية. البرازيل وكوريا الجنوبية، المنتخب البرازيلي أقصى منتخب كوريا الجنوبية وصل لدور الثمانية. بالنسبة لمباراة كرواتيا واليابان بشكل سريع، طبعا المنتخب الياباني صراحة غريب. منتخب شفنا بدور المجموعات عم يهزم منتخب ألمانيا ومنتخب إسبانيا. آه، أمس بمباراة أمس يعني منتخب اليابان تحس بس متدربين على يلعبوا أشواط، ما متدربين على ضربات جزاء، أو الكمبيوتر الياباني تعطل وقت ضربات الجزاء ما بتفهم شو اللي صار. بتحس أثناء ضربات الجزاء يعني لعيبة المنتخب الياباني عم يدربوا الحارس تدريب. عموما انا مثل ما توقعت بالحلقه السابقه انه المنتخب الكرواتي حيوصل لدور الثمانيه، وهذا اللي صار. وبصراحه بشوف انا للبطوله ككل منتخب كرواتيا يعني افضل نوعا ما من المنتخب الياباني. بالنسبه لمباراه منتخب البرازيل وكوريا، كمان مثل ما ذكرت الحلقه السابقه توقعت انه البرازيل توصل. البرازيل بحكم النجوم اللي عنده منتخبين بين الأساسيين والاحتياطيين. دخل خلص المباراة من الشوط الأول وبدون أي مفاجآت، بدون أي استهانة بالخصم. خلص منتخب حاضر، منتخب قوي، أثبت أنه منتخب قادم بقوة ومنافس أول على اللقب. هلا بالنسبة لمباراة اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني، منتخب المغرب المنتخب الشقيق عم يستناه الجمهور العربي ككل والجمهور المغربي خاصة. يعني أنا بشوف المباراة لا هي مباراة سهلة ولا هي مباراة صعبة. هلا بنشوف المغرب تصدر مجموعته ووصل لدور ال 16. كانت مجموعته كرواتيا، بلجيكا، كندا. تصدر المجموعة. بالنسبة للمنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني إجا تاني المجموعة بعد اليابان يلي طلع، ألمانيا، كوستاريكا. بحكم يعني مجريات الدور المجموعات للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي أنا برأيي فنيا قاد أو خاض مباريات أقوى من المنتخب الإسباني. المنتخب المغربي ما كان حدا مرشحه صراحة، لأنه كل الناس كل العالم رشحت أنه مجموعة المغرب حيطلع كرواتيا وبلجيكا. لكن المنتخب المغربي أثبت أنه منتخب كبير، منتخب حاضر، منتخب جاهز لكأس العالم. طيب، على الورق إذا بدنا نشوف مقارنة شوي بين الخصمين الإسباني والمغربي، يعني أنا بشوف لاعبين منتخب المغرب عندهم الخبرة وعندهم ثقافة الأندية الأوروبية اللي تأهلهم وتخولهم يتجاوزوا منتخب إسبانيا. إذا بدنا نشوف منتخب المغرب، عندك بخط الوسط مرابط، بعتقد الكابتن وليد راح يعول عليه. حراسة المرمى ياسين أو منير. خط الهجوم عندك زخم هجومي قوي جدا منتخب المغرب، زياش، بوفال، نصيري، حمد الله، فزكريا ابو خلال. عنده يعني عنده الركائز اللي يعتمد عليها منتخب المغرب، ان كان شوط اول او كان شوط ثاني بالمباراه، حتى لو راحت اشواط اضافيه. فمنتخب المغرب قادر بحكم العناصر. اذا بنشوف المنتخب الاسباني، يمكن المنتخب الاسباني الابرز آه، كمنتخب ككل لاعبين. عندك بخط الهجوم اسينسيو، موراتا. خط الوسط بوسكيتس وكوكي. خط الدفاع اللي هو الظهير كارفخال وألابا. يمكن هدول أبرز لاعبين عند المنتخب الإسباني. ما تبقى شباب، صحيح لاعبين على مستوى عالي ما اختلفنا، لكن ما يميز منتخب المغرب عن المنتخب الإسباني إنه منتخب المغرب يتمتع بخبرة أكثر من لاعبين منتخب إسبانيا. لاعبين منتخب اسبانيا اغلبهم عامل توليفي لويس انريكي بين الشباب والخبره، لكن انا برايي منتخب المغرب يتفوق على المنتخب الاسباني بهي النقطه، انه لعيبه منتخب المغرب عندهم من الاحتكاك ومن الخبره اكثر من لعيبه اسبانيا كشباب.
فعلى الورق أنا بشوف إنه منتخب المغرب قادر، وبحكم العناصر اللي ذكرتها قادر. بالنسبة لأرضية الملعب، شقين أرضية الملعب. تكتيك المدرب هذا هو أدرى فيه، مدرب المنتخب المغربي أدرى بلعيبته، أدرى بالخطة اللي بده يلعب فيها. أما بالنقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها، إنه منتخب المغرب المفروض لا يحسب حساب زايد للخصم، للمنتخب الإسباني. هو منتخب قوي، نعم صحيح، هو منتخب خطير، شفنا كيف يعني أداؤه خلال مباريات دور المجموعات. بس هو خلينا نقول بمستوى البلجيكي أو بمستوى الكرواتي، يعني ما هو هالمنتخب المرعب لمنتخب المغرب. يعني منتخب المغرب المفروض أولا، ما مثل ما قلت، ما يحسب حساب زيادة لمنتخب الإسباني، يعني لا يتكتل دفاعيا كتير ويحسب حساب، لا. اللي بشوفه أنا وسط الملعب تبع منتخب المغرب مرابط، هو اللي حيعول عليه المدرب كما قلت. إذا استلم منتخب المغرب وسط الملعب، استلم المباراة. إضافة إلى أنه يعمل ضغط على حامل الكرة. يعني نحن ما بدنا نرجع لنص ملعبنا مثل ما قلت، انه نحسب حساب لمنتخب اسبانيا ونسمح له يلعب، نسمح له يصير تمريرات. لويس انريكي يعني معروف المدرب المنتخب الاسباني، شفناه سابقا مع برشلونة كيف كان نادي برشلونة، فبيعتمد على اللمسات مثل ما بيقولوا التيكي تاكا يعني. فما يسمح له منتخب المغرب لا منتخب اسبانيا انه يلعب كورته او يدور كورته، دائما يمسك وسط الملعب والضغط على حامل الكرة. وانت كمنتخب مغرب تتمتع وعندك العناصر اللي تسمح لك بهذا الشيء، وتسمح لك تخنق المنتخب الاسباني. اضغاط، لا تسمح له يتنفس، لانه اذا سمحت له يلعب ترى حيصير دائما السيناريوهات المعروفة. لا سمح الله نتلقى هدف بالشوط الاول، حندخل الشوط الثاني حنضغط، حنفتح الملعب تبعنا كمنتخب مغرب، لا سمح الله حيصير خسارة ونتلقى خسارة نحن بغنى عنها. فأنا اللي بشوفه أنه منتخب المغرب قادر أنه يوصل وبجدارة. يعني إضافي لأنه بعيدا عن العاطفي، مثل ما قلت منتخب المغرب عنده العناصر، فيستفيد من عامل اللي هو الأرض والجمهور. منتخب المغرب يعني إذا بنشوف عامل الأرض والجمهور استفاد منه منتخب المغرب، هيعطيه زخم ودعم معنوي حلو ورهيب أثناء المباراة. فأنا يلي بشوفه أنه منتخب المغرب شوية تركيز، منضبطين تكتيكيا، وسط الملعب يمسكوا والضغط على حامل الكرة. أنا بتوقع بإذن الله حليف المغرب النصر، وبيوصل لدور الثمانية بجدارة بإذن الله. شكرا لكم. هاي كان قراءتي لمباراة المنتخب المغربي والإسباني، وإن شاء الله بإذن الله ديما مغرب والنصر حليف المنتخب المغربي. شكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.